الفكرة ان الطب تشعب بشكل رهيب جدا. هو ده من وجهة نظري فايدة السب سبيشاليتي. محدش يقدر يعمل كل حاجة. موضوع السب سبيشاليتي او التخصص الدقيق اعتقد ان هو دلوقتي بقى سمة من سمات العصر اللي احنا عايشينه. طبعا. يعني ما بقاش في حاجه دلوقتي اسمها حد بطن بتاع جراحه كله. نساء اطفال. والناس من 50 60 سنه كانت متقبله دوت وبتتعامل معاه بشكل عادي جدا. راي حضرتك ايه بالنسبه لموضوع السب سبيشاليتي؟ بالنسبه للمريضه هو افضل ولا الافضل ان المريضه تروح من الاول كده الدكتور من بابه وبيشتغل كل حاجه؟ الفكره ان الطب تشعب بشكل رهيب جدا. انما النهارده مثلا لما نيجي حاجه زي تخصص زي امراض النساء والولاده، لا يعني في طبعا تخصصات او سب سبيشاليتيز كتيره جدا. منها مثلا ناس متخصصه في طب الجنين، في الحقن المجهري، في المشيمه المتقدمه، في ناس متخصصه في جراحات المناظير. طبعا عشان واحد يقدر يلم بكل ده شبه مستحيل، يعني محدش يقدر يعمل كل حاجه. فاللي بيعمل كله غالبا مش يكون متميز في اي حاجه. هو ممكن يعملها بس الحاجات اللي هي السهله البسيطه. انما لو دخلنا في تفاصيل اكتر لا، لازم الحد المتخصص ده. جاري كلاين بيحكي قصه ممرضه متخصصه في الاسعاف بتاع حالات القلب. الممرضه دي وهي قاعده في التجمع عائلي كده بصت لحماها كده وقالت له انت كويس، انت فيك حاجه. بعد شويه قالت له نفس الكلمه تاني ومصممه ان هو في حاجه مش مظبوطه. القصه بتنتهي انه بعد ساعه ونص بيكونوا جوه المستشفى واتعمل له عمليه جراحه قلب. الممرضه دي لما سالوها بعد كده هو انت شفتي ايه على حماكي، قالت هو انا ما شفتش حاجه معينه عليه مرضيه، بس انا من كتر ما شفت حالات القلب واحنا بننقلها في الاسعاف انا حسيت ان هو شبه الحالات دي. هو ده من وجهه نظري فايده السب سبيشاليتي.